ازاي نحط الناس دي على التراك، نطلع جيل من مدربين شاطرين فاهمين، ما يودوش الشباب في الحته اللي احنا مش عايزينها. ان هو لازم يكون حابب فكره ان هو يكون مدرب، علشان ما يجيش في النص ويتفاجئ. شغلانه المدرب شغلانه صعبه، مسؤوليه، ولازم دايما يفضل يتعلم، واساليب التمرين كتير، فلازم هو يشوف هو عنده ايه هيقدر يفيد الناس بيه. المدرب ده مش مجرد ان هو يكون دارس، ده لازم يكون عنده بعض الاساسيات اللي تخليه ينفع ان هو مدرب. راجل قد مسؤوليه، بيعرف يتكلم كويس، شكله كويس، يعرف يقنع اللي قدامه باللي هو عايزه، ليه طريقه في التمرين، مش مجرد اللي اتعلمه هو هياخده يطبقه على اللي قدامه. لا، هو الكورس كل اللي بيعمله ان هو بيفهمك اساسيات. يعني انت ما قلتش في المؤهلات حاجه ليها علاقه بالجسم ولا بالقوه ولا لا مش شرط. انت قلت حاجات. لا مش شرط. اشطر حلوة مدرب جدا. على مستوى العالم هو مش شيب، مش عامل فورمه، عنده دماغ توزن.